اليوم حلقة جديدة مع حديث الساعة. الحلقة النهاردة مختلفة. الحلقة النهاردة لأن لفت نظري إعلان لأحد الناس على أروقة الفيسبوك يقول فيه: من أجل نفسي رشحت نفسي، ومن أجل خدمة نفسي رشحت نفسي. جميل جدا. ده احنا النهاردة بقى عندنا زخم سياسي، عندنا نواب كتير ان كانوا موجودين حاليين او قادمين، ومن ضمنهم شباب كتير. الاول عايز اشكر اخويا وزميلي الصحفي اسلام الخياط، الاستاذ اسلام، على موقفه في انه طلب من احد الاحزاب ان هي ترسل السيرة الذاتية عن امين محافظة الغربية لكيفية التعامل والداتا والمعرفة الشخص. وده مش غلط، انا معاك والله يا استاذ اسلام، لكن في حاجة اهم من ذلك بكتير، وهو ايه دور الاحزاب السياسية في مصر، ومنصوص عليها دستوريا. ايه دور الاحزاب في مصر؟ ببساطة شديدة جدا وبالبلدي: مراقبة اداء الحكومة. الحكومة. طب بيطلع من السادة الأحزاب اللي موجودة، وأنا مش هقعد أعد كل الأحزاب، بس الأحزاب اللي موجودة بيطلع منها نواب. النواب يمثلون الشعب المصري أمام الحكومة وأمام رئيس الجمهورية. الفترة اللي جاي لنا انتخابات. طيب السادة النواب مطلوب منكم كشف حساب عن ما قدمتوه للمجتمع وليس الفرد. انا مش عايز خدمات فردية، انا عايز خدمات مجتمعية. محافظة زي محافظة الغربية مثلا ملهاش امتداد صحراوي، مفيش حد من النواب خاطب السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء بتوفير طريق صحراوي مد خدمة للغربية بمدينة في الصحراء. المحافظة الوحيدة في محافظات الجمهورية اللي ملهاش امتداد صحراوي، ففيها تكدس. فين النواب بتوعها؟ ده بند. انا ما بطالبش السادة النواب ان هم يطلعوا تقرير ان احنا خدمنا فلان وجبنا انابيب لحي كذا وجبنا رش بيرسول لحي كذا وقضينا على الزبالة في حي كذا. لا 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 لا, لا خالص. السياسة وضع والاجتماعيات وضع تاني. ليس من دور الأحزاب إن هم يراعوا أسر أو يدوا تبرعات أو يوزعوا شاي وسكر أو يوزعوا دقيق وزيت في رمضان أو غير رمضان. ده عمل اجتماعي. العمل الاجتماعي خاص بالجمعيات الأهلية وينظمه قانون. دور السادة النواب هو تقديم خدمات على أرض الواقع للمجتمع اللي احنا بنعيش فيه، مش خدمات اجتماعية للأسرة الفلانية. احنا تبنينا الأسرة الفلانية، عملنا في الأسرة الفلانية. ده مش عمل سياسي. فدور الأحزاب ودور النواب عمل سياسي، وهو تشريع قوانين، هو مراقبة الحكومة. وده ما بيحصلش. بسأل كل واحد بيشوف الفيديو دلوقتي: كم مرة زادت الأسعار؟ موقف الأحزاب اللي موجودة على الساحة، أنا مش هعد أحزاب، بس كام حزب منهم طلع بيان وطالب الحكومة بربط الأسعار من أجل المواطن المصري؟ مفيش. النهارده بطالب كل اخواتي وزمايلي واصحابي واللي يعرفوني واللي بيتفرجوا على الفيديو دوت واللي شاف الفيديو دوت يقول لاصحابه عليه ان مطلوب من كل واحد نازل مرشح يقدم نفسه لخدمة المجتمع ان يدينا برنامج هيمشي عليه، هيعمل ايه للمجتمع اللي هو هيترشح باسمه. النهارده عندنا وزارة الأوقاف فيها نقص في العمالة، عندنا وزارة التنمية المحلية فيها نقص في العمالة، عندنا وزارة التربية والتعليم فيها نقص في المدرسين وفي الكوادر، عندنا الطب البيطري محتاج دكاترة، عندنا
مستشفيات، محتاجه دكاتره. عندنا لو مشينا في الشارع نعد المشاكل، مشاكل عديده جدا. كام واحد فيهم من الساده النواب في محافظته خدم محافظته؟ يا ريت التفاعل مع الفيديو، وحد يرد عليا ويقول لي احنا عندنا نائب عمل. احنا عندنا نائب عمل. انا عايز اقول مشكورا كل الاحزاب، ما فيهمش واحد بيطلع بيان يقول احنا في صالح المواطن، احنا موجودين علشان المواطن المصري. طب مين من الاحزاب ساند المواطن في الغلاء؟ مين؟ السؤال هنا مين اللي زود؟ اما بيروح مواطن مثلا مجلس المدينه عشان المصالحات يقولوا له ايه؟ انت مش عاجبك قانون المصالحات؟ والله اللي عمل قانون المصالحات ده هو النائب بتاعك، هم اللي وافقوا، الساده النواب هم اللي وافقوا على القانون ده. يعني بالاخر النائب اللي انت اخترته هو اللي وافق على تعبك وعلى ان انت تدفع المبالغ دي كلها. اصبح الحكومه او موظفين الحكومه بترمي العبء، ان كان بقى في الحكومه، ان كان في الضرائب، ان كان في التامينات، ان كان في السجل التجاري، ان كان في اي مصلحه حكوميه، يقول لك ايه؟ اصل ده قانون احنا بنشتغل بيه. روح يشتكي اللي عمل القانون. اللي عمل القانون تفاجئ بيه ان هم الساده النواب اللي انت اخترتهم. يبقى مين سبب الازمات؟ مين اللي بيصنع الازمه؟ الساده النواب. والساده النواب دولت شايلين ايه؟ شايلين اسماء احزاب وفيهم مستقلين بعيد عن الاحزاب. لازم محاسبه كل الساده النواب الحاليين والقادمين اللي هم المرشحين. لازم يبقى فيه كشف حساب، لازم يبقى فيه نفهم هندي صوتنا لسين من الناس ده ليه، ولو ادينا للشخص ده ليه، وده هيقدم خدمات ايه، وده هيقدم خدمات ايه. النهارده سبب الازمات اللي ما بين الحكومه والشعب هو الاحزاب، لان الاحزاب بعدت كل البعد عن العمل السياسي وعن العمل الرقابي، وبدات تتجه للعمل الخدمي، وهو ان انا اجيب شنطه اوزعها في رمضان، ان انا اساعد اسره، ان انا اعمل مش عارف ايه. كل اللي بيحصل ده هو عمل يدرك تحت اسم العمل الاجتماعي. والعمل الاجتماعي يخص الجمعيات الاهليه. العمل الاجتماعي يخص الجمعيات الخيريه الاهليه التي تنظمها قانون اسمه قانون الجمعيات. لكن الاحزاب هي احزاب سياسيه لمراقبه دور الحكومه، لاصدار بيانات، ليكون في مواقف سياسيه معينه ان كانت دوليه او داخليه. انا ما شفتش لحين اللحظه اللي انا بعمل فيها الحلقه دي، ما شفتش حزب من الاحزاب طلع بيان وقال ان احنا نرفض الاسعار، نرفض زياده الاسعار على المواطن، نرفض الاعباء الزياديه على المواطن المصري. ما شفتش حاجه زي كده. انا مش طالع اتكلم في حاجه بعيده عن الحياه العامه اللي احنا بنعيشها. الحياه العامه اللي احنا بنعيشها محتاجه ناس تكون قلبها على البلد، محتاجة ناس تطلع تقول لي احنا هنعمل 1 2 3 لخدمة المجتمع اللي احنا عايشينه، لخدمة المحافظة اللي احنا مترشحين عنها، لخدمة الدايرة اللي احنا مترشحين عنها. الدوائر محتاجة خدمات كتير، محتاجة خدمات عامة وليس خدمات فردية. أتمنى التفاعل، أتمنى الرد على الأسئلة اللي أنا قلتها. 1، إيه دور الأحزاب الأساسية؟ 2، ما نسيبش حد يجي يقول أنا نازل مرشح ونقف نسقف له إلا لما نعرف فكره إيه وهيعمل إيه. 3 والأهم إن إحنا نحاسب السادة النواب الموجودين على الكراسي الآن في كل قانون هم صدروه والشعب مش موافق عليه. ده سبب الفجوة الأساسية اللي ما بين الشعب والحكومة. أترككم في رعاية الله، ولكم حلقة جديدة عن الأحزاب السياسية والنواب، وهنتطرق لبعض القضايا اللي أثارتها مجلس النواب مؤخرا
ماشي، ونشوف مين صح ومين غلط، وهنتابع الساحة السياسية وهنتابع المرشحين القادمين بإذن الله. السلام عليكم.